واحد رئيس معين، يعني كاين واحد العرض اللي غادي نناقشوا مع يعني لي بارتنير ديالنا، لانه كاين الاتحاد الدستوري، وكذلك غادي نمشي نشوف الاخ محمود العنصر وعنده المشاورات ديالو، وبغينا نتكلموا باش نشوفوا ان شاء الله غادي يمكن لي نجاوبكم من هنا واحد اليومين ان شاء الله على هذه النقاط. وحول هذه المشاورات نتابع تصريحي الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد العنصر والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله. السيد رئيس الحكومة المعين استقبلني صبيحة هذا اليوم بعد ما استقبل رئيس التجمع الوطني الأحرار السي عزيز خنوش، وبطبيعة الحال السيد رئيس الحكومة المعين تقدم بالتصور ديالو للأغلبية التي يريد أن يشكلها، وهي أغلبية اللي كانت قبل 7 أكتوبر، أي يبغى الاستمرارية ديال الأحزاب الربعة اللي كانوا. فمن ناحية المبدأ بطبيعة الحال كنا كحركة الشعبية نطالب فعلا أن يكون استمرار، مع ربما يعني أخذ بعين الاعتبار واحد العدد ديال المستجدات، لأن الأغلبية الآن بربعة الأحزاب غتكون شوية ضيقة، ولهذا طلبنا من السيد رئيس الحكومة مهلة، لأن كيخصني نخبر أولا الأجهزة ديال الحزب، ثانيا يكون عندي تشاور مع الحليف اللي كنا كنسقوا معه هو التجمع الوطني الأحرار. أكد لنا السيد رئيس الحكومة على أنه يعود في نهاية المطاف إلى احتمال تشكيل أغلبية قائمة على المكونات التي تشكل الأغلبية الحالية، أي العدالة والتنمية، التجمع الوطني الأحرار، الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، بعد الرجوع على موقف إشراك حزب الاستقلال بالنظر لكل التطورات التي حصلت. وكان بودنا في حزب التقدم والاشتراكية في البداية كما علمتم أن يكون حزب الاستقلال كذلك طرف في هذه الحكومة. الخير أمام، نتمنى أن تفتح الأبواب إلى هذا الاحتمال في المستقبل القريب. أتمنى أن تمكن هذه الجولة التي عقدت هذا الصباح من الشروع في مرحلة ثانية قريبة، بناء على أغلبية تستمر في مهامها.